مفاجأة. مين؟ باكيتا. لوكاس باكيتا وست هام لسه راجع اتبرأ من القصة بتاعت هو لعيب كويس، بس هو بيعتمد على ضربات الجزاء. بيب عينه عليه، بيب هيموت، بيحب اللاعب ده قوي، وفي بس كلام هو عنده احسن هي صعبه. بس انا حاسس باكيتا فكره اللي هو برضو الواحد يعني الفانتسي طبعا مهمه، واللي احنا نبص على الارقام، بس اللاعب لما يكون لاعب جامد. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. تاني حلقه من حلقات الفانتسي بريمير ليج. جايين نتكلم النهارده عن بدايه السيزون بقى خلاص. حلقه اولانيه عملت ردود افعال حلوه. طبعا. وحسينا ان انتم انبسطتوا، وبيتر عامل شغل حلو على التيك توك، والتفاعل بتاعكم شجعنا ان احنا نخليها سلسله ثابته طول السيزون. بالظبط، هنكمل فيها طول السيزون، وخلاص البريمير ليج فاضل له اسبوع. عملت تشكيلتك ولا لسه؟ عملت تشكيلتي اللي هحط عليك فيها هيد تو هيد. احنا بس قبل ما ننسى، في هيطلع قدام على الشاشه دلوقتي الكود بتاع الدوري بتاعنا، في جوائز بقى شهريه، وخشوا في ناس كتير دخلت من الحلقه اللي فاتت، في اعداد حلوه، في اعداد كبيره جدا. اتفاجئت الصراحه، فخشوا كده وعشان تعرفوا بقى الجوائز بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي، هنقول عليها في اخر الحلقه. فخلينا كده نبتدي الحلقه. ورينا تشكيلتك. يلا بينا. ده اول درافت طبعا، انت هتلعب فيها 500 مره. انا لسه هلعب، انا لعبت فيها اوريدي، يعني دي اخر حاجه انا وصلت لها. انا قعدت كتير، وفكره التفكير الازلي بتاع صلاح وبالمر ولا صلاح وهالاند، في الاخر انا كنت متفقين انا وبيتر اتفاق اللي احنا مش هنبص على تشكيلات بعض غير قدام التصوير. بالظبط. في الاخر اكتشفنا ان احنا الاثنين جايبين صلاح وهالاند، بس انا وارد ارجع في كلامي واجيب بالمر بصراحه. بس خلينا نبدا، وانا في الاغلب الكلام ده ممكن يتغير. ابتدي انت. هنبدا انت بقى، نقول خط خط ونشوف كل واحد جايب مين. ماشي. انا اول حاجه جايب كيلر، واللي هو الحارس بتاع بيرني ده، ديبرافكا. انا برضو جايب كيلر ب 4.5 مليون، وسانشيز من تشيلسي ب 5 مليون. حلوه سانشيز. انا سانشيز صراحه كنت بفكر فيه، بس انا كنت بحاول اوفر عشان انا كنت عايز ادفع فلوس اكتر في دفاع تشيلسي مش اقوى حاجه، فالراجل هيتشاط عليه كتير. فاعتقد هيعمل سيفز كتير بقى، والبونس سيستم الجديد ده فهنلم نقط منه يعني. سانشيز صراحه خيار حلو، بالذات اللي هو سعره في الافريج 5 مليون بالزبط. كويس. مدافعين انا الاساسيين بتوعي بالنسبه لي ملينجوفيتش، كوكوريلا، وفيرجيل فان دايك. لينكوفيتش نوتنجهام فورست. انا الصراحه عكسك، انا بحب اجيب الخمسه اساسيين بيلعبوا 90 دقيقه، ف عندي بقى الخمسه اساسيين. يعني اولا اينا بتاع نوتنجهام فورست الباك اليمين حلو، ودي كوبر من برايتون مدافع الجديد اللي هو الباك الشمال حلو، وكيركز باك شمال ليفربول، ورينيلدو اتلتيكو مدريد ب 4 مليون. ده جايبه كمل بيه الفرقه الصراحه. رينيلدو عندي برضه. وكل الناس بقى راحت جابت فان بيساكا، انا جبت مالك ديوف. انا جبت باك الشمال ستيفي بتاع بيرنلي ده كل الناس جايباه برضه. كل الناس جايباه، وسنتر باك كويس. بس انا جبت مالك ديوف الواد السنغالي 18 سنه، اتفرجت عليه ماتش ودي، يعني تفكير اوت اوف ذا بوكس. فالواد بيروح، والواد اصلا ما بيلعبش باك شمال، هو جوه المنطقه على طول. فده ممكن حاجه تكون من الحاجات الديفرنشال اللي ممكن نتكلم عليها. هو انا الصراحه بحب في اللعيبه الاساسيه اللي انا في الاغلب هعتمد عليهم واحط فيها فلوس، اختار ديفرنشال عادي، واختار اللي انا مياله اكتر. بس في اللعيبه اللي انا هسيبها في الدكه بشوف كل الناس بتتكلم عنه اللي في الاغلب هيلعب، وده كان اكتر الناس بتتكلم عليه رينيلدو وستيفي. اكتر اثنين رخاص واساسيين. خش على خط النص. طبعا صلاح مش هنتكلم عليه، عندي وعندك. ده صلاح بره. انا جبت مفاجأة. مين؟ باكيتا. لوكاس باكيتا وست هام. لسه راجع اتبرأ من القصه بتاعت هو لعيب كويس، بس هو بيعتمد على ضربات الجزاء. بيب عينه عليه، بيب هيموت، بيحب اللاعب ده قوي، وفي كلام. بس هو عنده احسن. هي صعبه. بس انا حاسس باكيتا فكره اللي هو برضو الواحد يعني الفانتسي طبعا مهمه، واللي احنا نبص على الارقام، بس اللاعب لما يكون لاعب جامد بتفرق. هتلاقيه عمل اسيست، وعلى فكره باكيتا بيشوط ضربات الجزاء. باكيتا، ما انا بقول لك انت هتعتمد على ضربات الجزاء بالظبط. بس هو خلينا نقول ديفرنشال شويه، الملكيه بتاعته مش احسن حاجه. انا عشان كده جايبه. فبس لو عمل حاجه ممكن يعديك كتير دي حقيقة. يعني. كمل. ايزي. بريتش ايزي. انا كنت جايب اسماعيل يسار، بس لقيت الناس ما بتتكلمش عنه خالص. فحسيت ان هو مصاب مختفي، ما بيشاركش في الوديات. بامانه كنت حاطه في الدرافت. لا ايزي كويس. وماتيتا برضو كويس من كريستال بالاس. ماتيتا يعني. طبعا اختيار حلو قوي. هنتكلم في الاخر عن الاختيارات اللي ممكن تكون كويسه. انا ايزي، انا عارف ان في ناس كتير ممكن تقول لك في كلام على تعرف لو في كلام قوي قوي على ارسنال. بس اعتقد لا، هو الموضوع انتهى خلاص. يعني هو ارسنال قالت انا اخر ادفع 50، هم طالبين 64، فهم مختلفين على 14 مليون استرليني. هنشوف هيوصلوا لايه. بس انا حاسس ان انا عادي، هو بيتدرب مع الفريق ومكمل وملتزم، على عكس ايزاك ما بيتدربش. بيتدرب لوحده، بيتدرب في ريال سوسيداد.
ومعترض وما اعرفش ايه، فعشان ده كده ايزاك كده ما حدش رايح له يعني. وانا بنصح ان ما حدش يروح له لغايه ما نشوف الموضوع هينتهي على ايه. وانا روجرز، وانت خوفت لي منه اول حلقه. روجرز انا كنت بتفرج على ماتش ودي امبارح لقيته خرج مصاب، وكان في ناس تقول ان هو مش هيبتدي السيزون، وكمان بيقولوا ان اوناي امري مش هيعتمد عليه بشكل اساسي. اوكي. فانا مش عارف الصراحه. في بقى كلام على مالين، على تيليمانس، على بونديا. مالين اختيار وتوفير فلوس كمان، بس انا الصراحه روجرز شايفه من السيزون اللي فات ركيزه اساسيه وهو لعيب كويس، فخلينا نشوف لو فعلا اتاكد الموضوع ده. بالظبط هيبان لسه في اسبوع. واخر حد باليبا ده برضو حطه كده دكه. باليبا كاميروني بتاع برايت. قول لي بقى. انا طبعا صلاح كده ما بخرجوش من التشكيله، مش عليه الكابتن الصراحه. محمد قدوس توتنهام حلوه، بس مش ديفرنشال. هو نسبه ملكيته عاليه، بس انا شايف انه خلاص سون مشي، وماديسون اتصاب، فخلاص الناس دي هتلعب 90 دقيقه. توني يا جماعه كان عامل يعني تاريخي في الفانتسي، في النقط بتاعت الفانتسي اخر 10 سنين مثلا دايما. هو صلاح وكين كان ماشي براس مع صلاح بالظبط يعني. فبرضه فكره هيقطع بينا سون برضه، وانا كنت بحب سون، بحسه كمان شخصيه حلوه. وجبت صفقه بقى ديفرنشال تقريبا ما حدش سمع عنها، اندوي. هو جاي من بولونيا. انت لسه قايل لي عليه، انا ما اعرفوش. 6 مليون من نوتنجهام فورست. 6 مليون كتير. جناح يمين، هو جاي من مكان انتوني إيلانجا، عشان انتوني إيلانجا راح نيوكاسل خلاص. 6 مليون. هو يعني هو لعيب قوي، بس لسه مش عارفينه بقى بريمير ليج عامل ازاي. لسه هنشوف. انا جبته وخدت ريسك. في الاغلب هيلعب اساسي. وسيرة الموسم جون ارياس، كنت قايل لك عليه انا من بدري. لعب ماتش ودي وجاب جون ب5.5 مليون، وكملت الخط النص بارون رامسي من بيرن. تمام، ده تكمله الفريق. انا بالنسبه لي الاثنين مهاجمين اللي هعتمد عليهم الاساسيين، الباشا بتاعنا هالاند. حاسس ان هو هيسوحنا كلنا. بص يعني هلاقي نفسي مثلا 7 مليون يا جماعه. دي اكتر سيزون في الدنيا ممكن عندك فرصه انك تجيب هالاند ديفرنشال. انت متخيل حد يجيب هالاند ب 14 مليون في نفس الوقت ديفرنشال 16 مليون بس الاونر شيب؟ فانا شايف ان هالاند لو جاب هيفرق قوي مع الملاكو. فانا الصراحه شكلي كده انا بتفرج على تيك توك، في ناس بتعمل مثلا بال 15 20 درافت، في 10 من غير هالاند، و10 بهالاند، و10 بصلاح، و10 ببالمر. فالموضوع السنه دي صعب، يعني 3/4 يعني ربع البادجت او اكتر من الربع في صلاح وهالاند كتير جدا، والفرايتي بتاعت لعيبه كتير عن كل سنه. انا حاسس ان انا عندي اختيارات، وانا ممكن انا وانت كل واحد يعمل 10 تشكيلات ما فيهمش لعيب متفرج. يعني انا لو مش بقتنع بهالاند وبتهديفه والنقط اللي بيجيبها، كنت على الاقل ممكن اجيب جيو كيرز من ارسنال. على فكره اختيار حلو قوي، بس لسه الراجل ما قدمش حاجه بريمير ليج، فلسه هنشوفه. وطبعا ارسنال خسر امبارح ماتش ودي كده 3-2 من فياريال. بس انا الصراحه قلت لك الفرقه دي انا عارفها. لا بس انا شايف الارسنال الصراحه عامله صفقات حلوه، وليفربول عامله صفقات قويه لو كملت. اقوى ميركاتو في البريمير ليج السنه دي. مانشستر يونايتد بقى جايب ميركاتو هيلعب بيه دوري مؤتمرات بالكتير. هو ما فيهوش غير موبيمو تقريبا. هو مش هيطلع توب 10 عامه. هنشوف يعني. هنتكلم بقى على الحلقه بتاعت البريمير ليج، هتبقى حلقه مخصوص ليها. واخر واحد اللي هو مارك جايدا، ده اللي هو جاي من تشيلسي تقريبا وراح ساندرلاند. ده جايبه برده في الاغلب هيلعب اساسي ورخيص، اللي هو عندك على الدكه، بالاخص اللي بنش بوست بقت دبل السنه دي، فانت ممكن تستخدم بنش بوست مرتين. انا زي ما قلت لك، انا عكسك بحب اجيب كل الناس بتلعب، فجبت هالاند طبعا. تمام. ولو اني بفكر جديا امشيه يعني، وجبت وود عشان ضربات الجزاء، وسولانكي من توتنهام. احنا متفقين في هالاند وود. وسولانكي طبعا فكرت فيه، مع اني بفكر برضه اغير سولانكي بماتيتا، لان الاثنين نفس السعر. ماتيتا جايب 5-6 جوان في الماتشات الوديه، فعامل بري سيزون قوي. سولانكي ما شفتلوش بري سيزون، بس بيظهر في بريمير ليج. انا فاكر سولانكي ده ايام بورنموث كان مدلعني نقط، انا كنت بكتنه. طبعا التشكيلات هتطلع قدامكم دلوقتي على الشاشه، وفي دوري هيد تو هيد بيني وبين مارك، فهنشوف بقى على مدار السيزون كله 38 جوله، هنشوف بقى مين هيجمع اكتر عدد من النقط. هنيجي بقى تاني حاجه معاكم على اكتر 3 لعيبه ديفرنشال في كل مركز، من الدفاع للوسط للهجوم. صدقوني الناس دي هتجيب نقط اكتر من صلاح وهالاند. انا بس ديفرنشال وسعرهم على قد الايد. ديفرنشال وسعرهم كويس يعني، خصوصا ان الناس بتعاني من موضوع البادجت السنه دي. حقيقه. فخلينا نبتدي بالمدافعين. هبتدي بيهم انا كده، دول اكتر 3 انا شايفهم ديفرنشال السنه دي. اول واحد رينيلدو ساندرلاند، 4 مليون. اختيار حلو قوي، وفي الاغلب هيلعب اساسي. والراجل عايز اقول لك كمان احتمال يبتدي سنتر باك عشان البونس سيستم بقى والنقط والحاجات الجديده دي. وكونسا استون فيلا عنده 8 ماتشات او 7 ماتشات، اول 7 ماتشات سهلين ب4.5 مليون برده، ممكن كلين شيت مضمون. وعندنا اخر واحد معانا مليك ديوف ويست هام 4.5 مليون. الراجل ده لسه جاي اساسي، بيلعب جناح.
ما بيلعبش باك الثلاثه شمال. دول خدوهم من بيتر كده وخليهم عندكم في الدرافتات كده، كملوا بيهم تشكيلات هيفرقوا معاكم قوي، وديفرنشال عشان كل الناس بتجري ورا لعيبه معينه، لعيبه الديفرنشال دي هتبقى مهمه. قول لنا بقى خط الوسط، هقول لك على خط الوسط. وركز لي على خط الوسط كده عشان لو مشيت صلاح. خط الوسط حلاوتها اللي هي فيها فرايتي قوي، احنا ممكن نقول 10 لعيبه بس احنا نتكلم على اكتر 3 لعيبه اتفقنا عليهم انا وبيتر. اول واحد ادينجرا جاي صفقه حلوه قوي من ساندرلاند، قوي قوي، وهو كمان وينج وبيهاجم ولعيب بيلعب، وهو صفقه مهمه قوي لساندرلاند. بالنسبه لساندرلاند صفقه مهمه، يلعب اساسي، فالواد ده بصوا عليه بصه. مالين بيتر قال معلومه مهمه قوي، روجرز احتمال ما يلعبش، فمحتاجين بديل من استون فيلا. مالين هيبقى اختيار موفق، 5.5 مليون ان بادجت جدا. طبعا. واخر واحد حبيب الملايين، حبيب بيتر، اللي مش بيتر بيقول من انا اول مستني منه كتير قوي من قبل ما يتسعر اصلا ارياس. وانا الصراحه مع بيتر، وولفرهامبتون اصلا فرقه عندها طابع هجومي، ما عندهاش سيستم دفاع، فهي هيجيب نقط حلوه. الهجوم بقى واللي انا خايف منه، وانا بقول لك اهو من دلوقتي من قبل البريمير ليج ما يبدا باسبوع، ماتيتا. انا مش هجيبه، انا مقرر انا مش هجيبه، بس الراجل ده هيجيب اول جوله جون او 2 على الاقل. اختيار حلو قوي، بصوا عليه. و7.5 مليون زي وود، ومعاه ضربات الجزاء وزيه زي سولانكي، بس انا مش عارف ليه مش عايز اروح له. تاني واحد معانا داني ويلبك من برايتون. انا ويلبك، انا قطر ويلبك، اركب قطر ويلبك بدل هو مش مصاب. انا ده يعني كنت بعتمد عليه زمان قوي، بدل مش مصاب يا بيتر في الاغلب بيجيب نقط. طبعا هو لعيب قوي قوي وخبره بقى وبريمير ليج، هو مشكلته الاصابات، اول ما يتصاب شيله من التشكيله. وفي بقى الجندي المجهول بتاع السنه اللي فاتت، عمل شغل كويس مع فرقته، لارسن بتاع وولفرهامبتون، والاونر شيب بتاعته قليله، 6.5 مليون، بس حاسسهم كتير عليه شويه، بس هو ديفرنشال طبعا، وممكن يلعب 90 دقيقه، تاخد منه 90 دقيقه كمان. فدي اكتر 3 لعيبه في كل مركز ممكن تعتمد عليهم لو انت بقى حد بقى بتفتكس افتكاسات كده في التشكيله بتاعتك بدل صلاح وهالاند. فخلينا نشوف بقى السيزون هيبتدي ازاي، لان انا متحمس جدا الصراحه. انا بصراحه متحمس بريمير ليج وفانتسي، ولسه في تغييرات وفي اصابات هتحصل، وفي لعيبه تاني كده. بيتر برضو تابعونا على التيك توك، وتابعونا على التيك توك يا جماعه، خاربين الدنيا عليه، وهنطلع لايف قبل السيزون ما يبتدي. هنطلع يوم الجمعه الصبح او يوم الخميس بالليل، عشان السيزون بدايته يوم الجمعه ليفربول. وفي لعيبه كده من تحت لتحت كده بنقولها، اللعيبه دي هتفرق معاكم قوي لو بتكملوا تشكيله، او عايز لعيب ديفرنشال او لعيب دكه، ببصوا على بص على الفيديوهات التيك توك. اهم حاجه بس يا جماعه تخشوا على كود الدوري بتاعنا، هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه. خشوا عشان خلاص بقى الديدلاين على الابواب، يعني يوم الجمعه اخر يوم. مش عايزين الناس تخش بعد ما السيزون يبتدي، عشان يبقى عندك فرصه تنافس. في جوائز شهريه هنعلن عنها بقى على البيج بتاعتنا على الفيسبوك وعلى التيك توك بالذات، فخليكم متابعينا. بس دي كانت نهايه حلقه الفانتزي الثانيه، وطبعا مكملين بقى السلسله دي على مدار السيزون كله. وتنسوش تعملوا لنا بقى فولو على تيك توك وعلى فيسبوك وعلى انستجرام واليوتيوب بتاعنا، وتفعلوا يفعلوا الجرس عشان كل ما ننزل حلقه يجي لكم نوتيفيكيشن. واستنونا في حلقات جايه كتير. سلام.